السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بأحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل البفتيك الاقتصادي. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلف خالص وطعمه جميل جدا. جربوه بالطريقة دي ان شاء الله هيعجبكم. وده شكل الطبق البفتيك بتاعنا النهائي. هنا المقادير بتاعتنا، ده نص كيلو لحمة مفرومة. هنا دي التوابل بتاعتنا اللي نحطها على اللحمة: معلقة كبيرة كمون على كزبرة، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة ملح، مع نص معلقة صغيرة فلفل اسود. دي خلطة كفتة. معلقة صغيرة مليانة. آه ربع معلقة صغيرة جنزبيل مطحون، نص معلقة صغيرة بابريكا. دي التوابل بتاعتنا. هكتبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. دي معايا بصلاية وسط، انا بشرتها. هنا هاخد البصلاية بقى وفي مصفى كده هصفيها بحيث ان انزل المية بتاعتها كلها. هنزل المية كلها بتاعت البصلاية بصفيها زي ما انتم شايفين كده، وافضل اضغط عليها كده لحد ما تنزل المية بتاعتها كلها. انا عايزة التفل بتاع البصل بس. وهنستخدم المية برضو، يعني مش هنرميها، احنا هنستخدم المية. هقول لكم دلوقتي هنستخدمها في ايه. اهم حاجة بصفي المية كويس من البصلاية. هي بصلاية، انا عايزة بس بصلاية واحدة متوسطة، ما تكونش كبيرة قوي لنص كيلو لحم. دي المية اللي طلعت معايا من البصلاية. بعد كده معايا بولة تانية هنزل فيها بالبصلاية اللي انا صفيتها. هحط عليها اللحمة المفرومة. نحط التوابل بتاعتي كلها واعجنها بقى زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة اعجنها كويس بحيث ان التوابل كلها تختلط مع اللحمة كويس جدا، ميبقاش حتة فيها توابل وحتة لأ. افضل اعجن فيها زي ما انتم شايفين كده. والبيكنج باودر بيساعد اللحمة، بيخليهاش تبقى مكتومة كده ولا بتلم معايا، يعني ما تلمش معايا كتير وانا بقليها. البيكنج باودر بيساعد ان هي ما تلمش معايا كتير وفي نفس الوقت بيخليها هشة. والتوابل بقى على حسب ما انتوا عايزين تزودوا توابل تاني، على حسب بقى ما تدوقوها وتشوفوا التمليح بتاعها بيبقى شكله ايه. هفضل اعجن فيها كويس جدا. هنا اللحمه بتاعتي هي بعد ما عجنتها. انا هجيب بقى دي صينيه وكيس تلاجة فتحاه زي ما انتوا شايفين كده. هاجيب معايا طبق فيه ميه بدهن كده وش الكيس زي ما انتوا شايفينه كده عشان ما يلزقش معايا اللحمه فيه وانا بشكلها. بمسك بقى كوره زي ما انتوا شايفين كده، كوره اكبر من البيضه شويه، وباحط عليها الكيس من الناحية التانية عشان أبطط على الكيس زي ما انتم شايفين كده عشان ما تلزقش في ايدي. والكيس طبعا زي ما انتم شفتوا ببلينه بمية عشان ما تلزقش فيه اللحمة لما اجي اخرجها منه، تخرج معايا بكل سهولة. زي ما انتم شايفين ادي كده التبطيطة بتاعتي زي ما انتم شايفين السمك بتاعها. باحطها بقى على الكيس التاني اللي هو على الصينية، وما بين كل واحدة واحدة بادهن زي ما انتم شايفين مَيّة كده. الحجم بقى زي ما انتم حابين تعملوه، بس هو ما يبقى كبير شوية كده وبنبططه بقى تبطيطة عشوائي كده بيبقى يطلع معانا يعني يشبه البفتيك كتير. بافضل أعمل بإيدي كده بيفرد معايا بكل سهولة. وباحطهم جنب بعض كده. طبعًا في طرق تانية كتير ليه. في اللي بيحطّوا في قلب مع اللحمة بقسماط ناعم اللي هو بتاع البفتيك وبيضة. بس أنا صراحة جرّبته بكذا طريقة، فهي دي الطريقة اللي طعمها عجبني. باعمل بقى كل الكمية زي ما أنتم شايفين كده، وما بين كل طبقة وطبقة باحط كيس بلاستيك، بافرده كده كيس تلاجة، بافتحه وباحط ما بين كل طبقة طبقة، وباحطه في الفريزر عشان يشمّع معايا عشان أعرف أحطه في الخلطة بتاعتي. ده مَيّة البصل اللي هي طلعت معايا،
باتبّلها بقى ربع معلقة صغيرة بابريكا، ربع معلقة صغيرة فلفل كمون على كزبرة، فلفل أسود، من كل حاجة ربع معلقة، وباحط عليها حوالي 5 معالق دقيق، وبانزل بمَيّة عادية من الحنفية باقلّبها فيها كده لحد ما تاخد معايا القوام، يعني قوام عامل زي قوام البانكيك كده أو العجينة بتاعة القرنبيط. زي ما أنتم شايفين كده بافضل أعجنها كده، أهم حاجة ما تبقاش متكتلة معايا ما فيهاش أي تكتلات، والعجينة دي أمّا باسيبها بتريح بتتقل معايا تاني، زي ما أنتم شايفين أهي القوام بتاعها. هي دي ده ده الغلاف اللي هنحط فيه البفتيك. البفتيك طبعًا بيشمّع معانا في الفريزر. أهم حاجة ومعانا بقسماط ناعم عادي، بنتبّله بقى زي ما بنحط برضه عليه من التوابل اللي إحنا حاطينها من عليها البفتيك، بس بيبقى بسيطة برضه، من كل حاجة ربع معلقة بسيطة كده، عشان ما يبقاش توابل يبقى هي تطغى على طعم اللحمة. زي ما أنتم شايفين كده معانا حطيت في حاجة كبيرة عشان أعرف أتحكم فيها، وبابُط يعني باضغط عليها بإيدي وهي في البُصمات كده عشان يثبت عليها، باحطها الأول في الخلطة اللي إحنا عملناها خلطة الدقيق، أنا حطيت دقيق بس ما حطيتش نشا، هو دقيق بس، وباحطها في البُصمات، بُصمات ناعم، حابين تخلطوا البُصمات عليه فيجيتار زي ما تحبوا، وباحطها في الفريزر برضه، يعني بعد ما باحطها في البيض والبُصمات كده باحطها في الفريزر تشمّع برضه، بس أهم حاجة وهي لسه قبل ما أحطها في الخليط يعني وأنا حاطاها بعد ما شكِّلتها باحطها في الفريزر يعني نخلّيها تشمّع زيادة، يعني أنا خرّجتها قبل ما تشمّع بس يعني هي الحمد لله ما اتقطّعتش معايا ولا أي حاجة، بس عشان تعرفوا تتمكّنوا منها وأنتم بتحطوها في الخليط السايل وبتطلّعوها من الخليط التاني عشان تعرفوا تتحكموا منها زيادة، أهم حاجة تسيبوها تشمّع زيادة شوية عن كده. والبقسماط بيطلع معانا بقى بننضّفه أول بأول من أي حاجة شوائب نزلت فيه، من العجينة اللي إحنا عملناها الخلطة الأولانية دي، أي شوائب نزلت فيه بننضّفه أول بأول زي ما أنتم شايفين كده، عشان ما تجيش في قلب قطعة البفتيك معايا كده. وبرضه بعد ما أشكّله باحطه في الصينية وباحط ما بين كل رق ورق كيس تلاجة فاتحاه برضه، وباحطه في الفريزر برضه يشمّع شوية. عشان أقدر أتحكم فيه، لإن هو بيبقى رقيق، يعني هو مش رقيق لدرجة إن هو يتقطّع، بس يعني سمكه بيبقى كويس. بعد كده معايا طاسة على النار فيها زيت سُخن، تشمّع تحمَر من جهة باقلّبها من الجهة التانية كده، وباطلّعه بقى بيبقى لونه دهبي كده ما بيبقاش لونه محروق، وباصفّيه من الزيت بتاعه، وباطلّعه بقى على مناديل مطبخ بحيث إن هو يصفّي بقية الزيت اللي طالع منه، أنا باصفّيه كويس وأنا باشيله. والنار بتاعتي ما تبقاش عالية أوي وأنا باقليه، بتبقى النار يعني الزيت بيقدح معايا بيسخن، بعد كده باحط البفتيك، بعد كده باهدّي النار شوية عشان ما يتحرقش معايا، وده شكل الطبق بتاعنا بعد ما خلص، شكله جميل وطعمه أجمل وما يتفرّقش عن البفتيك الأصلي، طبعًا البفتيك الأصلي دلوقتي تمنه معدّي 240 دلوقتي، ده نعمله لأولادنا وطعمه جميل جدًا، وأدي شكل البفتيك من جوّه ما تفرّقوهوش خالص عن البفتيك. وبألف هنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.